هنتعلم في الفيديو ده ان شاء الله ازاي نعمله دمج للصور، صور معينة مع الحروف. هنحضره الاول صورة طائر. وطبعا لما نيجي نحضر صورة الطائر نحاول نخلي الحرف اللي احنا هنعمله له دمج مع الصورة يكون بأول حرف مثلا من اسم الطائر اللي احنا هنعمله واسم الحيوان اللي هنعمله. اول حاجة هنسحب الصورة اللي احنا حضرناها على برنامج جيمب، وعايزين نفرغ صورة الطائر ده. نفرغ الخلفية، نخلي صورة الطائر بس. هنتأكد بس ان الصورة الالفا تشانل شغالة. لو هي باهتة زي ما احنا شايفين كده يبقى كده الالفا تشانل شغالة، يعني لو مسحنا اللي ورا مش هيبقى لون، هيبقى شفاف، وده المطلوب. هنعمل اد لير ماسك علشان نشيل نحدد او نشيل الخلفية في كذا طريقة. في ناس بتشيل الخلفية عن طريق اللير ماسك، نعمل لير ماسك وبعدين نبدأ نشيل. وفي ناس تانية بتستخدم الباس تول وتعمل باص حوالين الشكل اللي هي عايزاه وتستخدمه ان هي تمسح الحاجة التانية. وفي ناس بتستخدم الاريزر اللي هي المساحة العادية. احنا هنستخدم اللير ماسك لان اللير ماسك لذيذ وسهل، وبعدين في امكانية ان احنا نعمله تراجع ونعمله ونرسمه تاني على الحاجة اللي احنا مسحناها بالغلط وكده يعني. فاحنا هنعمله اد لير ماسك ونعمل اد، نتأكد ان الالوان الافتراضية هي اللي شغالة، الابيض والاسود. ونيجي على الفرشة بتاعتنا، هنختار الفرشة اللي هي 0.50 ديت بنفس الاعدادات الافتراضية بتاعتها. طبعا الحجم احنا بنصغر ونكبر زي ما احنا عايزين. كده بنمسح طول ما الاسمر هو اللي فوق. ولو جينا بدلنا من هنا كده نرد اللي احنا مسحناه تاني. احنا ممكن نبدل عن طريق السهم ده، او ممكن نبدل عن طريق زرار اكس، الزرار اللي عليه حرف اكس. هنبدأ نمسح الشكل زي ما احنا شايفين كده، ونحاول ان احنا نصغر ونكبر لحد ما ناخد يعني الحواف مظبوطة وما يبقاش فيها اي مشاكل خالص علشان الصورة تظبط معانا. هنبدأ نمسح، وبعد ما نخلص مسح هنرجع نكمل تاني. احنا كده خلصنا مسح كل حاجة. هنيجي نعمل من فايل نيو ونختار الحجم 1920 في 1080، ونشد الصورة اللي احنا ظبطناها ديت هنا على المشروع الجديد. لو نلاحظ ان الصورة فيها شوية مشاكل. اول حاجة ان الفرشة عملت ترانسبيرنس جامد هنا في المنطقة دي. فاحنا هنصغر الفرشة، وطبعا نخلي اللون الابيض هو اللي قدام. هو كده الاسمر باكس هنغيره ونرد تاني الصورة. دي الميزة في استخدام اللير ماسك. هنرد ديت وبعدين نحاول نظبطها على قد ما نقدر. الحواف برضه بتاعت الطائر فيها ترانسبيرنس او شفافية عالية، احنا هنردها. طالما اللون الابيض هو اللي معانا قدام، يبقى احنا اي رسم بنحطه كده، اي حاجة بنرسمها كده بترد لي الصورة لأصلها زي ما كانت. الأسمر بيحذف أو بيمسح، والأبيض بيرد تاني. هنظبط الصورة بتاعتنا.
وبعدين نعمل فايل جديد 1920 في 1080 ونسحب الصورة عليه. طبعا هي مش احسن حاجة بس يعني معقولة، انما طبعا هي ممكن تتعمل احسن من كده، بس عشان وقت الفيديو هي ممكن تبقى افضل من كده بكتير. طيب هنيجي نعمل سكيل للصورة ديت، او هنكبرها سنة بسيطة عن طريق الضغط على اداة السكيل ديت، وهنكبرها هنا بنسبة مئوية. يعني بدل ما هي بكسل هنخليها بيرسنت، وهنكبرها بنسبة 120% علشان خاطر هنحتاجوا النسبة دي بعد كده، ونعمل سكيل. وبعد كده نعمل لها محاذاة في الوسط. بعد كده هنيجي على أداة النص، وطبعا هنكتب حرف ال H، نتأكد إن اللون أسود، ونكتب حرف ال H، وهنختار الفونت اللي هو فري سيرف. بعد كده هنعمل سكيل للحرف بحيث إن هو تقريبا يكون على قد الطائر أو أقل حاجة بسيطة. هنرجعه تحت صورة الطائر. لو نلاحظ فيه شوية مشاكل هنا بنمسحهم بالمساحة عادي خالص، ولو في أي مشاكل تانية ظهرت بنمسحها برضو عادي. بعد كده هنيجي نعمل للصورة ديت layer to image size، نمسح برضو الحاجات دي. طبعا الصورة زي ما قلنا هي مش أفضل حاجة، بس هي ممكن تتعمل أحسن من كده طبعا. بعد كده احنا هنعوز صورة الطائر الأصلية تاني نشدها، ونعمل لها سكيل بنفس النسبة المئوية اللي هي 120% زي ما كانت. ونعمل alignment في الوسط بالظبط. بعد كده هنيجي على حرف ال H ونعمل alpha to selection، ونيجي على الصورة اللي احنا جبناها اللي هي صورة الطائر ديت، ومن select نعمل invert، وبعدين نضغط على زر delete. فهو هياخد اللون اللي هو موجود في الصورة الأصلية ويعمله مكان حرف ال H. يعني لو جينا لغينا حرف ال H كده ولغينا صورة الطائر، نلاحظ ان هو عامل الحرف ال H واخد الألوان اللي في الصورة الأصلية. لو في أي مشاكل برضه بالمساحة وبنمسحها عادي خالص. بعد كده عايزين نظبط بس الباك جراوند بتاعنا، هنختار اللونين دولت، ونختار البلند تول وراديال، وتكون فور جراوند تو باك جراوند RGB، ونسحب من الوسط لأي حرف من الحروف دول، بس مش اللي هنيجي عليه اللي هو الاتش اللي احنا لوناه، مش الاتش ده. ايوه لا. ونيجي هنيجي على color colorize، ونغير اللون بتاعه. نفس اللون ده. وبعدين عايزين نعمله ضل، هنيجي على light and shadow drop shadow، ونتحكم في الضل من هنا زي ما احنا عايزين. اظن التأثير كويس وجميل، طبعا ممكن يتعمل احلى من كده بمراحل، بس هي دي الفكرة، احنا بنحاول بس نعرفها لكم. ويا رب الدرس يكون مفيد، ونتمنى الاشتراك في القناة، ولو في تعليق او حاجة، ونشوفكم على خير ان شاء الله في دروس تانية.